سلام، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا كلياتكن بخير. يا جماعة، هذا الفيديو أول شي كان المفروض إني ننزله اليوم، بس عن جد صدقا اليوم ما كان في معي مجال بالمرة لحتى أقدر نزل الفيديو. طبعا شوي كنت فاتحة بس المباشر من بعد ما نيمت البنات ومن بعد ما زبطت الوضع قلت بسوي الفيديو مشان بكرة. الفيديو رح ينزل الساعة 11 الصبح، مو المساء، الصبح. المهم جماعة هون طبعا أول شي يا جماعة عن جد أنا متوترة لهذا الفيديو كتير، لأنه آه الاسم طبعا أنا رح أختار اسم واحد تكون إنه مشرفة معنا بالبث، واسمين رح يكونوا فانز معنا بالبث. يا جماعة بدي لكم شغلة، هلا إذا الاسم يلي ربحت معنا أول اسم رح أسحبه بالقرعة، أول اسم رح تكون هي المشرفة، والاسمين يلي بعده رح أسحبهم هن رح يكونوا معنا المشرفين الفانز بالقناة. يا جماعة أمانة عن جد لا تواخذوني، لأني أنا عن جد متوترة كتير لهذا الفيديو، يعني ما بعرف إيش عم بحكي بالفيديو. المهم فيا جماعة خلينا نروح نبلش بالفيديو. يا جماعة بعتذر منكم كتير لأني وقفت الفيديو، بس رحت جبت هاي لحتى أحط الأسامي يلي كتبتهم، فلحتى أحطهم هون. يا جماعة أول شي هون بدي أقرأ الأسامي يلي رح أكتبهم. فالأسامي هن أمارة، ساندي، فتوش، تالا، إيلين، بنين، أما محمد، لمار، تبارك، جيت، لولو، أميرة، ضحى، ريتاج، زوزو، لونا، رولين، فقدت أغلى ناس، زهرة، بنت كردية. بنت كردية من شوي اجت لعندي على البث وأنا وعدتها إني أضيف اسمها بين الأسامي، فإذا طلع من حظها إنه تكون معنا مشرفة بالبث أو فانز يا ميت أهلا وسهلا فيها. وإذا ما طلع اسمها ويلي ما طلعوا أساميهم، إذا يلي ما طلعوا أساميهم بتمنى إنه ما حدا يزعل مني. جماعة الشيرين، فبتمنى انه ما حدا يزعل مني. يا جماعة هون هلا رح بلش اكتب الاسامي، فيلي ما طلع اسمه ويلي ما ربح معنا بتمنى ما حدا يزعل مني. رح نبلش بالاسامي يا جماعة. هون اول اسم رح اكتبه هو اسم ساندي. لا خليه هو اسم ساندي، خليني اكتبه هون احسن شيء. هذا أول اسم ساندي. تاني اسم رح اكتبه هو اسم أمارة. يا جماعة يلي ما رجعت خربطت أمارة. يا جماعة بدي لكم شغلة، يلي ما طلع اسمه بتمنى انه ما حدا يزعل مني عن جد. فهذا الفيديو انا متوترة فيه كتير، ليش ما بعرف. ثالث اسم رح نكتبه هو اسم فتوش. فيلي ما طلع اسمها برجع بعيد، بتمنى انه ما حدا يزعل مني. هلا رح نكتب اسم تالا. يا جماعة رح أسجل بالفيديو لحتى الفيديو ما يكون طويل مشان ما تملوا من الفيديو. إيلين. وهلا اسم بنين. عجب مين رح تكون مشرفة معنا ومين رح تكون الفانز معنا بالبث. أما محمد أم المقالب يا أم محمد. لمار على طول بتجي لعندي على البث، وعن جد بشكركم من كل قلبي. وهلا اسم تبارك، على ما اعتقد انه تبارك جديدة معنا، فالمهم بكل الاحوال ميت اهلا وسهلا فيها. وهلا اسم جيت، وهي كمان يمكن جديدة معنا بالاسمه، تجي لعنا جديدة يعني على البث. وهلا اسم لولو. يا جماعة لولو أولي هي معنا فانز بالاسمه بالقناة، يعني بتجي عنا فانز على البث، فإن شاء الله بتكون من حظها أن تكون المشرفة. أميرة.
وهلا اسم ضحى، من بعدها اسم ريتاج. ريتاج اسم حلو كتير، ريتاج قريب من اسم ريماس. وهلا اسم زوزو. وهلا اسم يحذركم مين؟ لونا. من بعدها بيجي اسم رولين. وكمان هلا معنا فقدت اغلى ناس، تسلمي لي يا رب. فقدت اغلى ناس، كل مرة بتجي لعندي على البث وبتشير البث. وهلا اسم زهرة. وهلا اخر اسم رح اكتبه هي اسم بنت كردية. بنت كردية يا جماعة. وهلا رح اسحب القرعة، ويعني رح اسحب اسم بس واحد بالاول بالبداية. كتبت اسم بنين كمان. يا جماعة قبل ما اسحب الورقة بتمنى يلي ما طلع اساميهم لا يزعلوا مني، عن جد بتمنى منكم. ويلي طلع اسمهم طبعا بنقول لهم ان شاء الله الف مبروك. هذا اول شيء. وثاني شيء يا جماعة بدي لكم شغلة، يلي طلع اسمها وصارت عنا مشرفة بالبث بتمنى انه تكون كفو. يعني اذا فتحت البث مو معناته بس تجي على البث، لا، معناته انه يكون عيونها 10/10. هذا اول شيء. وثاني شيء انه على طول تشير البث، على طول انه مثلا شلون بدي لكم، على طول انه مثلا مثل ما انه اوقات امبارح وصلنا لل 5000. عندي مشرفتي ريما مدللتي، اول ما وصلت لل 5000 صورت الشاشه وعملت فيديو وبعثت لي اياه. يعني ريما بكل احوالها بتكون كفو عندي بالبث. ريما نفس الشيء، واماره نفس الشيء، وساندي نفس الشيء، وفتوش نفس الشيء، وعماد نفس الشيء. فانا رضيانه كثير من اسمه مشرفين البث. فيا جماعه هلا اجى الشيء، خلينا نرجع على الشيء الاهم. فاول شيء هلا بدي اسحب الورقه. يا ترى رح يكون من حظ مين؟ انتم يمكن الموضوع يكون سهل عليكم، يمكن تقدموا الفيديو لقدام، بس انا الموضوع صعب علي شوي. ليش؟ لانه عن جد بهذا الفيديو انا متوتره كتير ومتلبكه كتير، لاني ما بعرف الاشراف رح يكون من حظ مين. فالمهم كان من حظ مين ما كان يكون. فسلفا بنقول لهم بنقول لها الف مبروك، لانه الاسامي القرعه يلي انا كاتبتهم عندي على الورقه كلهم بنات، ما في صبيان معنا. فرح اسحب رح اسحب ورقه يا جماعه. رح افتح الورقه، يا ترى بتقولوا اسم مين؟ ما رح افتحها دغري لانه بعرف حتى لو ما فتحتها دغري بعرف انكم رح اسمه رح تقدموا الفيديو لقدام ورح تكونوا متحمسين كتير. فانا عن جد صدقا متحمسه اكثر منكم. بونجي انت بتقول يا ترى اسم مين؟ ما بعرف. بونجينا عم بقول ما بعرف. شوف الورقه يا جماعه. رح افتح الورقه والاسم هي اسم، جماعه تشوفوا بعينكم، الاسم هي اسم ساندي. منقول ألف 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 مبروك لساندي. ساندي صارت مشرفة معنا بالبث. جماعة عن جد بتمنى يا جماعة، بضل بقول جماعة لأن على طول بنقول هاي الكلمة، فبتمنى ما حدا يزعل مني عن جد. فهلا رح اسحب ورقة تانية. فهالمرة هاي الورقة يا جماعة، هاي الورقة يلي سحبتها هي بتكون معنا مشرفة بالبث. وهي الورقة يلي هلا رح اسحبها رح تكون هي فانز، مو مشرفة، فانز. احفظوا هاي الورقة يلي سحبتها، هاي رح تكون الفانز معنا يا جماعة. بونجي انت بتقول يا ترى مين؟ ببلش بالحرف الف. فايزة؟ لا بونجي عم بقول فايزة. يا جماعة الاسم هي اسم فتوش. فتوش ان شاء الله الف مبروك على الفانز، ان شاء الله الف الف مبروك. هذا هو. رح اقرب لكم الشاشة.
الاسم هي اسم فتوش. فتوش إن شاء الله ألف مبروك يا روحي. هلا يا جماعة رح اسحب ثالث ورقة وهي كمان رح تكون معنا فانز. يا جماعة الفانز بتكون نفس المشرفة، أنا رح أحط عليها رح يكون اسمها عنا بالبس مو بلون الأبيض، بلون الأزرق. رح يكون مثلا الفانز هي فيها تقدر مثلا تعطي استبعاد، إخفاء، مثلا غير الاستبعاد والإخفاء إيش كان نسيت عن حظر، فيها تعطيها حظر أو استبعاد أو إخفاء لمين ما كان يكون، يعني إلها الصلاحية. فهلا رح أرجع أسحب ثالث ورقة. هي الورقة. يا عن جد، فأنا بتمنى إنه عن جد من قلبي بتمنى إنكم تكونوا كفوا عندي بالبث. فالاسم هو اسم أمارة. أمارة مبروك عليكي يا روحي الفانز. أمارة بتكون معنا فانز بالبث، وكمان مين؟ فتوش هي كمان بتكون معنا فانز بالبث، وساندي بتكون مشرفة معنا بالبث. فبقول هدول الثلاثة إن شاء الله ألف ألف مبروك، وبتمنى إنكم تكونوا كفوا عندي بالبث. صرت أخربط بالحكي يا جماعة. شوفوا هذا الاسم، هاي الورقة رح اسحبها هيك، يعني ما رح احطها مشرفة ولا رح احطها فانز، بس رح اشوف على حظ مين رح يطلع. خليني بونجي بتسحب انت، بونجي تعال اسحب بس ورقة. لا بونجي تعال اسحب بس ورقة، رح نشوف هذا هيك بس هيك، يعني رح نسحبه هيك. يا جماعة ما عجبه بكره غير الفيديو. ما عجبه القصة بكره غير الفيديو. مين يا حظي يا بنت كردية. يو مش هي كانت معنا يا حرام على البث وقالت ان انا اشتركت بالقناة. يا بنت كردية، بس للأسف اجى اسمك بوقت متأخر يا بنت كردية للأسف، فبعتذر منك. بنت كردية شوفي، أنا وعدتك وعن جد وعد مني إلك انك تكوني كفو بالبث. شوفي انا ما سحبت الورقة، بونجين يلي هو بكون جوزي، انا بعرف انه انت جديدة معنا بالبث، فبونجين هو يلي سحب هاي الورقة. فانا بوعدك يا بنت كردية انه بس القناة صار انه قناتنا صار 10,000، وعد مني اني احطك مشرفة عندي بالبث. عن جد خديها وعد مني، بس بدي منك انك تكوني كفو، يعني شلون ما فتحت البث انك تجي لعندي على البث على طول، وانك ما تطلعي من البث لاخر البث، وانك تروحي على كل فيديوهاتي، وانك تكتبي كذا تعليق بالفيديوهات على طول، يعني انك تكوني كفو، واني على طول شوفك عندي بالبث، وعلى طول شوف تعليقاتك عندي بالقناة. المهم يا جماعة، فبنت كردية عن جد أنا بعتذر منك لأنه اسمك جاب وقت متأخر، فمنقول مبروك لساندي الإشراف، ومنقول مبروك لأمارة وفتوش على الفانس. يا جماعة هدول الثلاثة فتوش وساندي وأمارة، بتمنى بدي لكم شغلة، ساندي وأمارة وفتوش. هلأ ريما أول يلي حطت ريما عندها مشرفة بالبث هي زينب. عائلة عماد وزينب ما غيرهم طبعا. سلامي لزينب، بتكون زينب حبيبة قلبي واختي بالسلام، وأنا بحبها كتير وبحترمها. فيوم يلي زينب بتفتح البث أنا مني لحالي تلقائيا من نفسي بقول لريما بتعرف هذا الشيء عز المعرفة، بقول لها ريما روحي لعندها لزينب على البث، عيفي البث عندي، طلعي من البث عندي وروحي لعند زينب، لأنه زينب هي أول وحدة حطتها قبل مني، حطتها لريما عندها مشرفة. فمو معقول هلا انه انا كنت فاتحه بس وزينب كمان كانت فاتحه بس انه ازعل من ريما. ليش؟ لانه بتطلع من عندي بتروح لعند زينب، انا ما بزعل منها بالمره، بالعكس عادي. وانا يلي قلت لها انه بس شفتي انه زينب فتحت البث روحي لعندها، واني ما بزعل منك. بس عماد مشرفنا عماد، يوم يلي انا بفتح بث وانا اول وحده حطيته لعماد مشرف عندي بالقناه، فأنا بزعل كتير من عماد أحيانا يوم يلي بكون أنا فاتحة بس وغيري بكونوا فاتحين بس،
فبعيف البث، بيترك البث عندي بروح لعند بث غيري. فعن جد انا احيانا بتضايق من عماد، طبعا سلامي لعماد. فعن جد احيانا بتضايق منه، وهذا الشيء ما بصير، لانه يوم يلي انا بحطك بس عندي، انا بحطك مشرف عندي بالبث، المفروض انك تكون كفو بكل احوالك. فما بصير تعيف البث وتروح اسمه لبث غيري، فهذا الشيء ما بصير. المهم يا جماعة، ما بدي طول عليكم الفيديو كتير. بدي ارجع اقول للمرة الاخيرة، بدي اقول بتمنى انه ما يكون حدا انه ياخد على خاطره مني، وما حدا يزعل مني. فبنقول الف مبروك لساندي على الاشراف، وبنقول الف مبروك لفتوش ولمين لأمارة على الفانز. ان شاء الله الف الف مبروك، وللبقية ان شاء الله حظ اوفر. ان شاء الله على 10,000 نرجع بنساوي هيك قرعة، وبنختار مشرفة تانية، وبنحط فانزين كمان تانيات عنا بالبث. فبتمنى عن جد ما يكون حدا زعلان منا. غير هيك بنحبكم كتير، كل الحب والاحترام مني أنا سوسن لكم بايات.